السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. انا طبعا يا جماعة النهاردة الاثنين ورحت السوق، سوقت طبعا عندنا هنا وصورت طبعا والفيديو نزل. انا بقى جبت خس اهو، خس اللي هو اللي بالزرع اهو. شفت الخس ده اهو. فبعدين انا هزرعه فوق السطح، راح ازرعه معاكم اهو. طبعا دي جيركن اهو. وبعدين انا قبل ما ازرع فيه كنت انا راميه الشرب اللي فيه على الارض وفرفته لانه هو بيبقى جامد، وقمت راوياه. ده بعد ما جيت من السوق يجي بساعه كده. وبعدين الوقت هنروح نزرع بقى الخاصه اهو. اول ما هتزرعي تقوم عامله كده اهو بسكينه عندك او اي حاجه، وتقوم عامله كده. لازم تعملي لها حفره مثلا كده مثلا. شفت الحفره؟ هنجيب بقى الخاصيه ده اهي الخاصه. انا جايبه الربطه ده ب5 جنيه من السوق عندنا على الكوبري بتاع الأطرش اهي. زرعناها اهي، هنزرع التانية جنبها. الخس بيطلع يا جماعة اول يوم وتاني يوم بيبقى دبلان، لكن تالت يوم وتقوم عاملة بصبعك كده اهو عشان يبقى حفرة كده. وتجيبي طبعا الخاصية ده اهي، لقيت البقل ده اهي طويلة شوية تقوم قطعاه اهي. بسم الله ما شاء الله اهو. والتالتة برضو تعمل يا بصبعك يا بالسكينة ان كان عندك حاجة غير السكينة، لان السكينة ما بتجيبش قوي يعني. فشوف انا بفحر اهو، واجيب الخاصية التالتة. ميزة الخاصية دي، ربطة الخاص دي ان ورقها بسم الله ما شاء الله يعني شجرها حلو ما شاء الله. وده واحدة كمان اهي. الخاص انا طبعا هحطها في جيركن تاني ما اقطشها اهوت وبزرع فيه. هتقولي لي ما زرعتيش في صناديق الفاكهة؟ ليه؟ صناديق الفاكهة انا حاطة فيها بقدونس وفجل وجرجير، زرعة فيها يعني. بكفاية 4 وحدات كده هنا، نزرع بقى جنبهم الباقي اهي. والله يا جماعة بيطلع جميل وتاكلوا منه اهو. ازرعي على سطح بيتك، في اي حاجة، في جراكن، في ازاز كاكولا تقطشها وتزرعي فيها، في ازازة مية بيطلع كل حاجة بتطلع. يعني انا زرع حبة البركة، وزرع بقدونس وكرفس، بس بقالهم يجرب 6 ايام لسه ما طلعوش. وزرع كزبره لسه ما طلعتش. اللي طلع معايا في البتوع في الصناديق الفجل والجرجير. انا حبيت اوريكي بس تجربه كده. اللي ما عندوش ارض يعمل زي كده، واحنا ما عندناش ارض يا جماعه، يعمل زي يزرع على السطح الباقي. وانت مربيه طبعا في قلب السطح طيور، تقوم حطها على السور. انا حطها على السور السطح. شفت اه؟ بسم الله ما شاء الله اه. وده جيركن كان عندي الحاجة، كان جايب فيه زيت 200 واخداه، بس من زمان مش من الايام دي يعني، ده من زمان. شفت الخاصية بسم الله ما شاء الله قد ايه اهي. هنفحر جنبها برضو. انا بعمل بايد لان الكزلك ما ينفعش. هخلص دراعي يا جماعه وارجع لكم تاني. بس بقى يا حبايبي، دي الروزميري بتاعي، انا كنت جايباه جدول وزرعاه، لان كل ما اجيبه وارويه، كل ما اجيبه شجر من عند الناس اللي بتبيع يقوم ميت مني. لكن دلوقتي انا عرفت اللي ما يخلوش يموت اللي انت تطولي عليه. ما ترويهوش كل 3 ايام، ترويه كل اسبوع مرة او كل اسبوعين، لان هو اسمه اكليل الجبل يعني تبع الصحراء.
ودي الزرع بتاعي بقى اللي في البلكونه. دي طبعا رجله برضو بس كانت مفتحه، بس هي غمت. عايزه تزرعها في علبه زي ده اهي، او في شرب عادي، وتحط لها بس ميه. شوف انا حاطه لها ميه ازاي، ميه بس وهي عايشه عليها. وده برضو نعناع بطعم الشكلت ده اهو. دي بطعم الشكلة النعناع ده. شوف النعناع بسم الله ما شاء الله، كان ميت خالص بس هو بدأ ايه يحتاج اليومين دول بسم الله ما شاء الله. وطبعا كانت عندي بطاطاية مزرعة، قمت انا واخدة الأطشر حتة منها اللي هي مزرعة وقمت زرعة. شوفي بسم الله ما شاء الله طلع قد ايه. وطلع مع الياسمين، دي ياسمين، شجرة ياسمين بس هي ناشفة دلوقتي. وده الريحان بتاعي طبعا. وزرع بذر الفلفل اهو يا جماعه، شوفوا طالع كتير ازاي. اللي عندها بذر الفلفل ترميه بس في الجردل وملهاش دعوه، وبيطلع بسم الله ما شاء الله. ودي طبعا انا كنت زارعه شطه اهي بسم الله ما شاء الله، شوفي عامله ازاي. وبقيت اخد منها طول الصيف والله واطبخ منها. تحديقه سمك، احتجت اي حاجه. وفلفل برضو اهو، بس الفلفل خلاص نشف، وانا هنضف الحاجات دي بقى وهزرع حاجات جديده. ودي ريحان، ودي شطه لسه اهي بسم الله ما شاء الله طلع لي اهي. اهي الشجره اهي شايفينها بسم الله ما شاء الله. يعني لو زرعت في ازازه كاكولا في اي حاجه بتطلع عندك. وده اهو كنا بناكل القشطه، انتوا عارفين شجر ثمره القشطه الكبيره. وبقيت ارمي البذور هنا بسم الله ما شاء الله. شوف طلعت ازاي، طلع كتير. ادي شجره الوحيده، وادي شجره، وادي شجره، وادي شجره، وادي شجره. وهنا هو شجره برضو اهي بسم الله ما شاء الله. شوفوا طلعت قد بات قد ايه اهي، زي شجره القشطه. ترمي البذور، وشجره زي جنبها تانية طالعه اهي. لان انا بقيت برمي البذور، بذور كاكا، بذور اي حاجه بترميها وبتطلع بسم الله ما شاء الله. زي بذر الفلفل ده رمياه اهو، شوفوا في الجرادل كلها طالعه. وده عيد ريشان اهو بسم الله ما شاء الله. وده جردل النعناع بتاعي التاني حلو قوي طعمه جميل. وده ورد بنفسجي. ده كله في جرادل اهو يا جماعه، وفي البلكونه. يعني انا حبيت اوريلكم بس. وعايزه تزرعي اي حاجه ازرعي. وده جبت كان كنت جامعه الزعتر بتاعي من فوق، وفي عود صغير، لان الزعتر ده لو هو جدل صغير وبتزرعيه في اي حته بسم الله ما شاء الله بيملاهولك ما شاء الله. واللي عاوز اي حاجه من عندي، ريحان، اي حاجه من عندي يا جماعه، يقول لي بس في التعليقات وانا اجيب له حاضر من عيني. ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير واشتراك في القناه، والف شكر.